برغوث حدود موقع 41 بقي فوما 41 مبلاغ. 70 سنة من اليقظة في خدمة مملكة عمرها 12 قرناً. في عالم تتبدل فيه التهديدات كل يوم، لم يعد الأمن مجرد دوريات في الشوارع ولا حواجز على الطرقات، بل أصبح عالماً معقداً يقف عند تقاطع التكنولوجيا واليقظة وسرعة القرار. ومن قلب المغرب تظهر مؤسسة راكمت عبر عقود طويلة تجربة فريدة تشكلت فيها ملامح الانضباط والالتزام وحماية الاستقرار. اليوم تفتح هذه المؤسسة أبوابها للمواطنين، ليس فقط لعرض القوة أو المعدات، بل لكشف عالم خفي لا تراه العيون عادة. وهذا العام لم تكن الأبواب المفتوحة مجرد حدث عابر، بل تحولت إلى مشهد استثنائي. أعداد هائلة من المواطنين جاءت من كل ربوع مملكتنا الشريفة، وفضول جماعي لمعرفة ما يجري خلف هذا الزي الرسمي. 3,050,000 زائر، رقم غير مسبوق، وإقبال يكشف أن هناك شيئاً أعمق من مجرد اهتمام. تحت قيادة عبد اللطيف حموشي اختارت المديرية العامة للأمن الوطني أن تجعل من الانفتاح جزءاً من فلسفتها الجديدة، أن تقترب أكثر، أن تشرح أكثر، وأن تجعل المواطن يرى بعينيه كيف تصنع الحماية كل يوم. هنا لا يتعلق الأمر بتظاهرة أمنية عابرة، بل بلحظة ثقة تبنى بصمت بين المواطن ومن ظل لسنوات يحرس توازنه اليومي. وجوه جاءت بدافع الفضول، أطفال يكتشفون هذا العالم لأول مرة، وعائلات تقترب أكثر من فكرة الحماية ومن يقف خلفها. لكن خلف هذه اللحظة البسيطة سنوات طويلة من التدريب والانضباط والعمل الصامت. في الميدان لا مكان للتردد، ثوان قليلة قد تفصل بين السيطرة والفوضى. لهذا تخضع وحدات التدخل لتدريبات مستمرة تحاكي أقصى السيناريوهات الممكنة بلا هامش للخطأ. ليس الهدف أن تنجح فقط، بل أن تبقى قادرة على الحسم في أصعب اللحظات. قوة، تركيز، وانسجام دقيق، كل حركة محسوبة وكل قرار يأتي في وقته تماماً. لكن معارك اليوم لم تعد دائماً في الشارع. بعض أخطر التهديدات لا ترى بالعين المجردة، قد تبدأ بضغطة زر في شبكة أو من خادم بعيد. هنا يدخل الأمن المغربي مرحلة جديدة عنوانها التكنولوجيا والاستباق. من الشرطة العلمية إلى الأمن السيبراني، أصبحت المعلومة خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة الحديثة. عالم رقمي سريع لا يعترف بالبطء ولا يمنح فرصة ثانية. رغم كل هذا التطور، وخلف هذا الزي الرسمي يوجد العنصر الأهم: أب، أخ، أخت أو جار، هو في النهاية ابن هذا الوطن. رجل الأمن ليس رمزاً بعيداً، بل إنسان يعيش تفاصيل الحياة نفسها، لكنه اختار أن يجعل من الحماية مهمة يومية، لأنه ببساطة يرى الوطن امتداداً لذاته. ولهذا فإن قوة المؤسسات الأمنية لا تقاس فقط بالتجهيزات أو التكنولوجيا، بل بالرجال والنساء الذين اختاروا أن يجعلوا من الالتزام أسلوب حياة. 70 عاماً من التجربة والتطور وإعادة بناء الأساليب. تغير فيها العالم كثيراً، وتبدلت طبيعة التهديدات، لكن شيئاً واحداً ظل ثابتاً: عيون لا تنام حتى ينام الوطن مطمئناً.